هادوك اللي في الاوديكيوسات بداو كيبصلوا على البنات. بدر شاف داك المنظر قال لك ما عجبوش، غادي يضربوا الدوره وغيرجعوا عند بدر وغادي يدوزوا فوق منه وغيضربوا حتى صاحبو غادي ينقص. وبدر مسكين ديك الساعه غادي هذيك هي الضربه اللي كانت السبب ديال الوفاه ديالو. اخوان القصه ديال اليوم ما غاديش نعتبروها قصه، بكثر ما غنعتبروها واحد الحادث اليم وواحد الفاجعه اللي اثرت في النفوس ديال المغاربه قاطبه، وبالخصوص الناس اللي تبعوا القضيه ديال هذا السيد مسكين الله يرحمه بدر، اللي مشى في الشباب ديالو، اللي تغتال على يد واحد مجرم، غادي نقولوا مجرم عديم الانسانيه، اللي اغتالوا لواحد السبب تافه. المهم هذا السيد بدر الله يرحمه كان من اطيب خلق الله، كل شيء بشهاده الجميع تيقولوا انه انسان طيب خلوق، كيبغي الصغير قبل الكبير، انسان تيقرا مزيان، شد الباك ديالو مزيان ومشى للجامعه وشد الاجازه ديالو بدرجه جيده جدا، وعاوتاني كمل مور الجامعه ومشى دار الدكتوراه ديالو وشد بالفعل الدكتوراه ديالو في الطاقات النظيفه. المهم معليش الخوت، قبل ما نسردوا الاحداث ديالنا كنطلب منكم من هذا المنبر هذا انكم تهزوا يديكم وتطلبوا ليه المغفره والثواب والجنه ان شاء الله، وتمنوا لعائلته الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون. بدر كما قلت لكم هذا الشاب اللي طموح واللي انسان مجتهد واللي مات الله يرحمه بواحد الطريقه اللي بشعه اللي ما تبغيها حتى شي واحد كيفاش صدرا ليه. المهم الخوت عنده واحد صاحبو تيقولوا ليه كريم، صاحبو سميتو كريم، واحد النهار عيط ليه قال ليه خويا بدر، قال لي انا راه غادي نمشي نكمل قرايتي في فرنسا، راه بغينا اليوم نتلاقاو انا وياك ومعنا شي دراري صحابنا نمشيو نديرو واحد الجلسه ونتساراو شويه وندورو، المهم بحال تقول غنتوادعوا. داكشي اللي كاين. بدر في العشيه وجد راسو وقال لمو، قال لها الوالده انا راه غادي نخرج نمشي نتلاقى مع الدري صاحبي كريم لحقاش راه غادي نمشي لفرنسا، المهم راه حنا غندورو شويه، يعني ما تخلعيش عليا. قالت لي ماشي مشكل اولدي سير ولي ما تعطلش، يعني بالليل حاول تدخل بحالك بكري. قال لها وما عرفها الوالده، المهم واش نتشافوا ولا ما نتشافوش، بحال مسكين بحال كان حاس شي حاجه غادا ترى. المهم قال لك الوالده ديالو مسكينه القلب ديالها تقبض ديك الساعه ملي سمعت ديك الهضره. المهم مشى فعلا تلاقى مع صحابو، كانوا تقريبا واحد خمسه ولا سته ديال الدراري، مشاو كيدوروا كيتساراو من هنا لهنا 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 حتى ضربات تقريبا قال لك 12 ونص ديال الليل. من بعد ما ضربات 12 ونص ديال الليل هذاك الدري كريم قال لهم شباب انا هنا راه غادي نمشي بحالي، راه بارك عليا دابا راه 12 ونص، راه خصني نرجع بحالي للدار لحقاش تبعني شحال من حاجه، خصني نوجد راسي ونجمع حوايجي، المهم راه يلاه بارك عليا الله داوز الجهد. فعلا داكشي اللي كان توادع معاهم وتسالموا بالعناق وبالتحيه وبدوك داكشي كاع اللي كيديرو الانسان اللي غادي يودع واحد اللي غادي للخارج وما غيشوفوش على مده. المهم مشى هو فحالو، هما قرروا انهم يمشيو لماكدونالد باش ياكلوا، بحكم انهم العشيه كلهم كانوا كيدوروا في الدار البيضاء، قال لك جاهم الجوع وبغاو يمشيو ياكلوا. بالفعل داكشي اللي داروا، ركبوا في دوك جوج طوموبيلات اللي جابوا معاهم ومشاو لماكدونالد. دخلوا للباركينغ بحال هكا ديال ماكدونالد، تيبانوا لهم واحد المجموعه ديال البنات واقفين تما حدا الباب ديال ماكدونالد على الباركينغ. تما موراهم واحد شويه يدخل واحد الطوموبيله من نوع اودي كيوسات. هذوك اللي في الاودي كيوسات بداو كيبصلوا على البنات. بدر شاف داك المنظر قال لك ما عجبوش، بغى يتدخل غير باش يحاول يمنعهم عليهم، يقول لهم راه دوك البنات معانا يعني يا شباب بعدوا منهم، الله يحفظكم هكا قال لك باسلوب زوين. المهم الدري اللي في الطوموبيل سايق ديك الطوموبيل الاودي ما عجبوش الحال، بحال حس بان بدر حقرو. هو نزل قال لك من طوموبيلته مشى عند بدر قال ليه مالك انت سوقك واش ما عرفتيني شكون انا؟ قال لي بدر الله يهديك اخويا راه ما قلت لك والو، انا راه غير قلت لك زعما هاد البنات راه معانا يعني بعدوا منهم. ديك الساعه قال لك هذاك السيد اللي نزل من الطوموبيل اللي سميتو اشرف ضرب بدر بواحد الكروشي حتى طيحوا للارض. جاو صحابو اللي كانوا كيبلاصيو الطوموبيله، يعني صحاب بدر اللي كانوا كيبلاصيو الطوموبيل بغاو يهزوا بدر لقاو مسكين مغيب ما فاهم والو. ديك الساعه دوك صحاب الاخر اللي شافوا الاخرين جاو، الاخرين ما بغاوش يدابزوا، الاخرين شباب مسالمين دراري تيقراو ودراري مربين ودراري ولاد الناس، اللي شافوا الاخرين جاو حتى هما جاو بغاو يعشقوا زعما صاحبهم. جا عاوتاني الاخر مشى للطوموبيل داك اشرف قال لك ديك الكيوسات اللي عنده، قال لك عامره بالاسلحه، قال لك عنده واحد الليغا ديال الحديد وعنده واحد الماتراكس وعنده داك التيزر داك ديال الضوء، المهم وعنده قال لك الكريموجين، المهم مسلح بحال تقول هذا عصابه وعوالي بان ما غاديروا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. فعلا قال لك مشى هز ديك الليغا ديالو بالطوموبيل ديال الحديد بحال تقول غلادياتور هذا، قال لك هو يضرب بدر وضرب داك الدري صاحبه اللي معاه، داك الدري مباشره تهرس ليه النيف ديالو قال لك ولا كله دم. وبدر مسكين غيب فقد الوعي لواحد الدرجه اللي ما بقاش قادر يتحرك، وصحابو كيحاولوا يهزوه ولكن صافي فاقد الوعي. صافي ديك الساعه الاخرين مشاو داك المنظر هكاك، مشاو لطوموبيلتهم طلعوا ليها وسدوا عليهم، بقاو جالسين قال لك واحد شويه تيفكروا واش يهربوا ولا شنو يديروا، ولكن لا، كون غير هربوا كون نقولوا القضيه غتكون مزيانه، لحقاش ديك الساعه بدر مسكين الله يرحمه كان باقي حي باقي غير قوه الصدمه وديك الضربه اللي كان فقدته الوعي ديالو. ولكن هما لا، دار واحد العمل واللي ما يطيحلكش على البال ديالك. شنو غادي يديروا؟ غادي يضربوا الدوره وغيرجعوا عند بدر وغادي يدوزوا فوق منه وغيضربوا حتى صاحبو غادي ينقص. وبدر مسكين ديك الساعه غادي هذيك هي الضربه اللي كانت السبب ديال الوفاه ديالو. وبالفعل من بعد ما غادي يضربوا بدر غيطلعوا فوق منه الله يرحمه، غادي يحاولوا يهربوا وغادي يمشيو في الطريق اللي ممنوع، يعني طريق سونس انتردي.
ولكن الغريب في الامر هو ان ديك البارير ديال الباركينغ غتحل ليهم في الوقت اللي ما كانش خاصها تحل، غير اللي داخل ما كتحلش اللي خارج. هذا كيطرح واحد التساؤل علاش حلات لهم، وباقي المحامين ديال بدر الله يرحمه خدام على هذه المساله باش يعرفوا داك السيد او داك النظام كيفاش يحل لهم داك البارير في الوقت كما قلت لكم ما كانش خاصو يتحل. المهم بعد ما خرجوا من الباركينغ ديال ماكدونالد توجهوا للأولفة للدار ديال واحد من دوك الناس اللي كان معاهم باش يهز حوايجو باش كلهم يمشيو لمراكش يهربوا، زعما قرروا انهم يهربوا لمراكش. فعلا وصلوا لمراكش عند خوت اشراف اللي عاودوا ليها شنو طرا وشنو طرا وشنو طرا، وقالت لهم انا راه ما نقدرش نعاونكم، انا يلاه نقدر نتكفل بخويا وانتم غير سيروا بحالكم ونكروا بان خويا كان معكم، يعني نساوه بحال ما كانش معكم، وحتى الا شدوكم البوليس ما تقولوش لهم راه خويا، قولوا راه الشيفور هو اللي كان صايق. فعلا داك الشيء اللي كان. ولكن من بعد ما غادي يخرجوا من الدار ديال خوت اشراف غادي يركبوا في طوموبيلتهم وغادي يحاولوا يمشيو لواحد البلاصه، وغادي يتخلصوا من البصمات كامله اللي في الطوموبيل، يعني غيمسحوا ديك الاثار ديال الجريمه وغادي يتخلصوا من الطوموبيل، غيسمحوا فيها تما وغادي يهربوا. ولكن بالنباهه ديال البوليس وباليقظه ديالهم غادي يلقاو الطوموبيل هي الاولى. المهم اشرف غادي يمشي مع راجل اختو للعيون، يعني راجل اختو غادي يحاول يهربوا للعيون، وصحابو الاخرين ما غيلقاو ما يديروا غادي يمشيو للمحطه ويحاولوا حتى هما انهم يركبوا للعيون. وبالفعل غادي يركبوا ما غيلقاوش الكار، ولكن غادي يلقى لهم واحد العساس غيقول لهم كاين واحد الخطاف سيروا معاه. داكشي اللي كان، غادي يركبوا مع الخطاف وغادي يوصلوا للعيون. وملي وصل بدر للعيون جاتو واحد المكالمه ديال التليفون، شكون؟ باه تعيط ليه اجي، لان ديك الساعه كان باه مشدود عند البوليس حتى يجي هوايه ويسلم راسو عادي تطلق. ومن بعد ما طلب منه باه يرجع باش يسلم راسو، ديك الساعه موراها قال لك واحد 10 دقائق كتعيط ليه امو وكتقول ليه عندك ترجع بقى تما او سير للداخله، انا غادي نشوف كيفاش نحركك ونهربك نخرجك من البلاد. وكما قلت لكم في هذه القضيه هذه البوليس لعبوا واحد الدور كبير وكانوا واعرين وفعلا قدروا انهم يشدوهم في العيون. وهذه القضيه هذه بينات الكفاءه ديال الامن الوطني المغربي في التعامل مع بحال هذه الجرائم، يعني هذه راه زوينه، راك تحصل وما تظنش راسك بانك مطور وانك راه تقدر تزاق منها. الطريقه كيفاش شدوهم البوليس باقا ما معروفاش، والتقنيات اللي استعملوا فيها ما عرفناهاش، يقدروا ربما شي نهار يشاركوهم معنا، ولكن لحد الان باقي ما عرفت حتى واحد الطريقه كيفاش شدوهم البوليس. المهم تحيه لهم، تحيه للامن الوطني على هذا العمل اللي داروا. لحق الصحافه كامله كانت كتقول بان باش تشدوا في العيون راه واحد العمل جبار اللي دار الامن الوطني. ملي غادي يتحل التحقيق غادي يكتشفوا البوليس بان هذه ماشي هي اول مره كيتسبب فيها اشراف بالقتل ديال شي واحد. 2018 قتل واحد الدري اللي كان باه بوليسي ودابا بوليسي متقاعد. الدري الله يرحمه حتى هو راه الام ديالو خرجات وهضرات في الميديا وشرحات بالتفاصيل شنو وقع لولدها. هذاك الدري اللي قلت لكم كان باباه ضابط كان كيسكن في عين السبع، واشراف حتى هو كان كيسكن في عين السبع. ذاك النهار اللي مات فيه الله يرحمه كان هو النهار اللي نجح فيه في البوليس، دخل دوز الامتحان الكتابي ونجح فيه، ودوز الامتحان الشفوي ونجح فيه حتى هو، ولكن للاسف الفرحه ديالو ما كملاش حيت غادي يموت الله يرحمه حتى هو. مشى باش يحتفل هو بصاحبو بالمناسبة ديال النجاح ديالو في البوليس، يعني ومشاو للمحمدية، ولكن ما عرفناش بالضبط اشنو الاسباب اللي خلاتهم يتناقشوا هو واشراف حتى غطرا هذه الحادثة هذه. كانت بيناتهم غير مشاحنات لسانية، يعني ما دابزوش حتى صافي كل واحد ركب في طوموبيلته ومشاو. الا ان هذوك في الطريق وقفوا ونزلوا باش يشريو شي حاجة، يعني داك الدري اللي كان غيولي بوليسي هو وصاحبو نزلوا في الطريق باش يشريو شي حاجة. وملي شراو داك الشيء اللي بغاو ركبوا في طوموبيلاتهم وشدوا الطريق باش يرجعوا للدار، هنا قال لك اشراف جاي قدامهم بواحد السرعه كبيره وتيخرج فيهم الطوموبيل. وديك الساعه باش خرج فيهم قال لك ما كانش عنده الطوموبيل الكويت، كانت عنده البورش كايان، حيت هو قال لك عنده واحد 4 ديال الطوموبيلات ديال اللوكس كان شاريهم ليه باباه. وبالمناسبه باه قال لك ما عمرو كان راضي على الافعال ديالو، وكان ديما كيوبخو وكيلومو وتيعتبروا بانه انسان غير مسؤول، ولكن قال لك راه مو اللي كانت ديما مفشاه وهي سبابه وهي اللي خرجت عليه. هنا الخوت غادي تكون الحكايه ديالنا ديال اليوم اللي ماشي حكايه اللي هي مأساة غتكون سالات، والمحكمه ديال الاستئناف كما قالوا في هاد الاخبار اللي راجت هاد اليومين هذه بانها حكمات وبتات في القضيه ديالهم، وخدا المتهم الاول اللي هو اشرف خدا اعدام، والسيد اللي معاه اللي يعني الشريك ديالو في الجريمه خدا 25، وواحد خدا 15 وواحد خدا 5، يعني وواحد الغرامه ماليه للاهل ديالو اللي كتقدر ب 50 مليون للاب و50 مليون للام، و10 الاخوات، يعني كل وحده فيهم 10. ولكن المهم الخوت هنا هو ماشي الغرامه الماليه، يعني لان ما عمر المال غادي يعوض الفقدان ديال الواحد تكون عزيز عليك. ولكن لا حول ولا قوه الا بالله، ما عندنا ما نديروا الان الا ان نتمناو ليه الرحمه والمغفره والثواب والجنه. الخوت كنتمنى ان هذه الحكايه اللي عاودت لكم اليوم تكون عطاتكم واحد العبره وعطاتكم واحد الفكره بان
التهور أو التسرع أو اتخاذ قرارات الخاطئة يقدر يغيّر الإنسان حياته، ويقدر يؤدي به شي حوايج أنه يندم عليهم مستقبلًا. بحال دابا ربما كاع هاد المجرم اللي سميتو أشرف راه أكيد بأنه غادي يندم، وأكيد أنه ملي غادي يدخل السجن وغادي يمشي للخلوة ديالو وغادي يريّح بينه وبين راسو، وغادي يشوف أنه كي كان وكان عايش واحد المستوى زوين وكانوا كاع الإمكانيات موفرين ليه، وشوف دابا فين ولا، وغادي أكيد أنه غادي يمرض إلا ما حماقش ولا طرات ليه شي حاجة. ايوا الخوت كنتمنى انكم ديروا لنا واحد لايك لهذا الفيديو هذا، وديروا لنا واحد الاشتراك يعني الا كنتي ما مشتركش معنا، ودعمنا باش نحاولوا نواصلوا، ونتمنى نشوفكم ان شاء الله في قصة اخرى، والى اللقاء. شكرا لي فراسكم.